السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوم جديد وفيديو جديد إن شاء الله. مرحبا وسهلا بكم كاملين البنات في هذا الفيديو هذا. اليوم إن شاء الله كنقترح لكم حريرة مغربية، الوصول ديالها بجميع الأسرار ديالها باش تجيك إن شاء الله يا ربي ناجحة 100% وبنينة، واللي داقها عندك إن شاء الله يسولك على السر ديالها، مع انها بسيطه وكتوجد بالخف ساعه ديال المكانه ان شاء الله يا ربي تكوني موجده الحريره ديالك وتشربيها بالصحه ولهنا ان شاء الله مع تقديم بسيط وراقي الطبيله ديال العشاء. ندوزو ان شاء الله يا ربي نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. وهنا على بركه الله طبعا عندي طنجره ديال الضغط اللي غادي ندير فيها. هانتوما نستعرض لكم المقادير هما الاولين. هنا عندي زلافه ديال الحمص اللي كاينه عندي في الكونجيلاتور. هنا عندي زلافه ديال الربيع المعدنوس والكرافس اللي طحنتهم في مولينيكس. هنا عندي زلافه ديال العدس اللي كنت منقياها ومفزقاها. عندي واحد البصله اللي مويه مقطعه شويه رقيق، وعندي واحد المعلقه ديال السمن. البصله انا ما كنحكهاش، كنقطعها هكا رقيقه، راه كتجي البنات زوينه بزاف. هنا عندي واحد 3 ديال الحبات ديال المطيشه اللي طحنتهم حتى هما في مولينكس. بالنسبه للعطريه عندي سكنجبير، الخرقوم معرق، الابزار والتحميره اللي هي البابريكا، وشويه ديال الملحه، وطبعا واحد الضامه ديال البنه الا بغيتوها اختيارا، ما بغيتوهاش كتضيف واحد الطريفات ديال اللحم صافي. طبعا والطماطم المعلبه او لا المركزه صافي. هنا كندير جميع العناصر. درت الحمص، زدت عليه العدس اللي قلت لكم راه مرطب عندي، كانت مفزقاه هكا باش ما يطلقش لينا هذيك الجلفه ديالو ملي كيكون كيطيب صافي. زدت البصيله، زدت هذيك المعلقه ديال السمن، زدت واحد العود ديال القرفه كيف ما شفتوا معايا. وهنايا غادي نضيف نصف الكميه ديال هذا الربيع اللي قلت لكم مقطع مطحون، هو الربيع معدنوس والكرافس اللي قلت لكم طحنتهم. غنضيف غير نصف الكميه، ونصف الكميه غادي نخليها حتى الاخير ان شاء الله يا ربي. صافي هنا عندي طماطم مركزه، ضفت واحد قيمه معلقه كبيره حتى لجوج، الا كانت عندكم الكميه كثيره ضيفوا جوج. الملحه طبعا حسب الذوق. هنا غنبدا ان شاء الله نضيف العطريه ديالي اللي هي كي قلت لكم شويه ديال الخرقوم معرق، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكنجبير، وشويه ديال التحميره كتزيد تعزز لينا اللون ديال الطماطم. صافي غنضيف الضامه ديال البنه، وغادي نضيف المطيشه اللي طحنتها. وهنايا غنضيف شويه قيمه 2 معالق تقريبا ديال الزيت الرومي، ديال الزيت البلديه انا اللي ضفت. بغيتو تضيفوا الروميه ضيفوها، ولا بغيتو تخلطوها خلطوها. قيمه 2 معالق البنات، لان الحريره راه ما كتبغيش بزاف الزيت. صافي هنا درت كلشي على النار. ما كنشحر البنات، ما كنقلي ما حتى شي حاجه، كنجي كنروي نيشان. حاولوا ديروا الروا بالماء يكون غليان، ما درتوش ماشي مشكل، المهم هو كيساعد على الطياب دغيا. صافي غادي ندير الكميه الكافيه باش يطيب ليا هاد العناصر هادو. غنسد عليها ونخليها طيب المده ديالها واحد 30 دقيقه، غادي تكون واجده كيف ما شفتوا معايا. دابا انا راه فتحت عليها لقيت كلشي واجد كلشي طيب. صافي هنا خلطت الطحين، انا كندورها بالطحين الفورص، كنبدا كندور وكنشوف القياس ديالي. المهم اللي تيبغيها ثقيله شويه غيزيد شويه في الطحين، يديرها شويه ثقيله. اللي كيبغيها خفيفه بحالي غيدير القياس ديال الطحين. وردوا البال البنات مع الطحين لانها راه دغيا كتختار. صافي انا هذه هي الكميه اللي غنديرها. نتوما شوفوا راه باقي عندي هنايا باقي جاريه، ولكن هي راه غاديه وبتكون غاديه وكتعقد حتى تشد لي القوام اللي انا بغيت. صافي هنا غادي نخليها حتى يطيب هذا الطحين، اولا بالاحرى يبدا يطيب. وها نتوما معايا ان شاء الله يا ربي. غادي نوريكم مازال في الاخير كيفاش كنعرفوا باللي الحريره ديالنا راها طابت. وغادي نزيدوا عليها مكونات اخرين.
هنا ملي حسيت بالطحين ديالي اولا الحريره صافي راه قربت طيب، كنضيف هنا الشعريه. انا البنات كنضيف الشعريه ديال الصفه. كاين اللي كيضيف الشعريه العاديه اللي كديروا مع لاصوص ديال المطيشه، ضيفوها حتى هي الا بغيتوها. انا كتعجبني هاد الشعريه ديال الصفه، راه كنضيفها في الحريره وكنضيفها حتى في الشوربات. ان شاء الله باقي غادي نشارك معكم ان شاء الله شوربات ينفعكم لسيدنا رمضان، الله يدخلوا علينا وعليكم ان شاء الله يا ربي بالصحه والسلامه والتيسير. صافي هنا كندير الكميه الكافيه اللي انا محتاجه ديال الشعريه. غادي نحركها ونخليها، كنعرفوا بلي هاد الشعريه هذه ديال الصفه راه دغيا كطيب. صافي غادي نخليها هكا حتى طيب عندي، وغادي نمشي نجيب هذاك اللي بقى لي المعدنوس والكرافس والربيع، ها نتوما هو هذا غنضيفو في هذه المرحله هذه. صدقوني البنات كيعطي واحد النسمه زوينه زوينه بزاف الحريره ديالكم. صافي غادي نحرك هذا داك العويد ديال القرفه. ملي طيب عندي الحريره ان شاء الله غنحيدو، راه صافي عطى النكهه ديالو. البنات الا ما عندكمش العود ديال القرفه يمكن لكم ديروا واحد نصف ملعقه صغيره ديال القرفه بودره. صافي هنا هانتوما البنات الحريره ديالي راه صافي راه طابت. باش كنعرفوها البنات طابت، هاد الكشكوشه هادي في الاول هانتوما راه كانت بيضه، دابا ملي طابت راه كتولي حمراء. هنا كنعرفوا باللي الحريره ديالنا راه صافي واجده وكل شيء طيب فيها. غنخليها غير تزيد تغلي واحد شويه صافي وغنطفي عليها. هنا بغيت تزيدوا فيها واحد العصره ديال الحامض البنات زيدوها. انا راه ما كانت متوفر عندي الحامض، داكشي علاش ما زدتها. نورمالمون راني كنزيد فيها واحد العصره ديال الحامض. اللي تيبغي هكا ديك الحموضه يزيد واحد العصره ديال الحامض، راه كتجي فيها بنينه بنينه بزاف. صافي هنا من بعد ما طابت عندي الحريره ديالي كي قلت لكم غندوز ان شاء الله باش نقدم الطبيله ديالي. طبعا تنقولوا الحريره الا وكنقولوا التمر. غسلت هكا شويه ديال التمر، وجدت الطبيله ديالي. ان شاء الله غادي نرافق هذه الحريره هذه ديالي بشويه ديال بيتزا، ميني بيتزا. المهم البنات الا كنتو انتريسي بغيتوني نشارك معكم هاد ميني بيتزا هادو، خليوها ليا في لي كومونتير ان شاء الله، وانا طبعا تحت الطلب ديالكم غادي نشاركها معكم ان شاء الله. صافي هذه هي الحريره ديالنا نتوما البنات، راه كتجي شهوه منها، كتجي لذيذه بزاف ودغيا كتوجد معنا. يعني ما فيها حتى حاجه، راه بسيطه هانتوما كيف ما شفتوا معايا. طبعا انا راه غير كنشارك معكم الطريقه ديالي وكنشارك مع المبتدئات، لان تبارك الله ما شاء الله العيالات كلهم راه تيعرفوا يطيبوا كله. هي كتبقى الطريقه بين وحده هي اللي كتكون مختلفه. وعلاش لا ما نجربوا الطرق ديال بعضياتنا كاملين. صافي هذا مكان. وكي قلت لكم راه كاينين معنا المبتدئات اللي كيبغيو هكا يعرفوا التفاصيل وكيبغيو يعرفوا الاساسيات ديال الوصفات. وطبعا كناخذوا غير الاساسيات وكنقول لكم ابدعوا. كل وحده راه تبارك الله ما شاء الله الابداع راه ما عندوش حدود. صافي هنا البنات غادي نجيو على نهايه الفيديو ديالنا. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه. ما تنساوش اختكم من واحد اللايك، من البارطاج ديال القناه مع الاهل والاحباب والاصدقاء طبعا باش تعم الفائده. وشكرا لكم مره ثانيه. غادي نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو قادم.